رصاي جمال. السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهار ديال النهار الكبير ولا عراضه ولا شي انسانه بغاو يجيو عندها ناس عزاز على قلبها. انا هاد النهار هو العيد الصغير. هو صراحه صورته وما كتبش نحطو عاد كتاب، وقلت علاش لا نعطيكم افكار توجدوا العراضه وميم طون بارطاجي معكم الحويجات وكيفاش دوزنا عيد الفطر انا وصاحبتي ووليداتها. المهم البنات باش جانا ما شاء الله كل شيء زوين، تقسمنا المهام كل واحد شنو دار. انا وجدت اللحم كما كتشوفوا، هنا درت الخرقوم، سكنجبير، البزار، السمن، العطريه ديال المروزيه شويه، الزعفران الحر، الثومه، الربيع، راه كلكم ما شاء الله كتعرفوا هاد الوصفه ديالنا. وكما كتشوفوا غنرقد اللحم ديالي ليله كامله. كتكوني ديجا اللحم غسلتيه وسقطرتيه، وكما كتشوفوا كنخلط العطريه ديالي وغادي ان شاء الله نشرملو ليله كامله باش يشرب ليا العطريه باش يجيني بنين ويجي على حقه وطريقه كما كنقولوا. هنا ضروري ديروا الجلوفز باش ما كيصفاروا لكمش ايدياتكم. ها انت اختي صافي غنبقى نجيب دوك الطروفه ديال اللحم ديالي وغادي نماغينيهم مزيان في هاد لاصوص. ضروري لاصوص تكون كثيره باش كل حاجه كتاخذ حقها، الثومه والعطريه والمليحه وراكم عارفين. وهكذا غنبقى نشرملو هكايا شويه بشويه حتى ندخل فيه العطريه كامل، ومن بعد غنديرو ليله كامله في الثلاجه ونخليه يبات كي يصبح الحال ان شاء الله وكنبدا به. وكما كتشوفوا يعني حنا ضروري معروفين في الاعياد ديالنا كنبغيو نفرحوا براسنا، كنبغيو نوجدوا احسن الاطباق ديالنا، كنبغيو حتى حنا اختي في هذه الغربه ما نحسوش بالقنط، ما نحسوش باننا في واحد البلاد غريبه. و ميم طون كنعلموا وليداتنا التقاليد اللي كبرنا فيهم، حتى وليداتنا كيشوفوا العيد على حقه واصله. وفي الحقيقه البنات راه ماشي سهل باش انك توجدي هذا الشيء، خاصه اللي عنده وليدات صغار، ولكن الانسان اللي بغى يدوز نهار زويون ديالو راه كيكابر وكيدير مجهود باش كيجمع الدويره ديالو وكيوجد حويجاتو على اتساع باش كتجيك ديك الطبيله همويه وعلى حقها. وكتحسي حتى انت براسك راك ماشي في بلاد الغربه. كنحسوا الحمد لله باننا في بلادنا واخا بعد على والدينا، يعني ما كاينش الفرق الحمد لله. كنحاولوا نخلقوا الاجواء وكنحاولوا حتى حنايا نعيشوا هذوك لي مومو كما ينبغي، وتوليداتنا يكبروا فيهم ويبقاو مترسخين لهم في دماغاتهم باش حتى هما هذا الشيء يعلموه لوليدات وليداتهم يا ربي. وكما كتشوفوا هنا من بعد دست كنوجد المقبلات، هذا الشيء كله درته في الليل. هنا كنوجد واحد المقبله بالباذنجان كتعجبني، هنا كنسلق خيزو كيعجبني خيزو الصوطي، وهذا الشيء مرافقه ديال اللحم باش كناكلو ثاني شويه د الخضيره. هنا البنات في الليل هذا الشيء كله في الليل هبطت جمعت الصالون المغربي ديالي لان عندي في البيسمنت. ها نتوما كما كتشوفوا ما شاء الله الحطه المغربيه جمعته وقديته وتولته وبخرته وخليته باش الصباح ان شاء الله نحطو فيه الفطور ديالنا ونبداو فيه النهار ديالنا. هنا البنات صباح الصباح عيدنا وعيدكم مبارك سعيد ينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. هنا كنوجدوا المحمصه، وهذه اللي ديما ماما كتوجدها لنا في العيد الصغير، ولا كتوجد الشعريه مره المحمصه مره الشعريه، ضروري في صباح العيد كتوجدهم. وحتى حنا هذا الشيء كنحفظوه مع والدينا وكنجيو نديروه في ديورنا. كما كتشوفوا هنا درت البيض يتسلق في الترموميكس اللي ضروري كنرافقوه مع المحمصه ديالنا. وهنا جيت او ميم طون نصب اللحيمه نصبها على اتساع وطيب ونسد الكوكوط ديالي باش حيت يجيو صحابنا نجلسوا ما نبقاوش مشطونين بالكوزينه وعاد انا نوض نصاب ونوض ثاني نطلق الروايح في الدار. انا كيعجبني منين يكون جاي عندي شي حد ولا عيد ولا جايه عندي مثلا غير شي صاحبتي، كيعجبني ندير كل شيء على اتساع باش كيجي هذاك الشخص ولا هذاك الضياف ديالك كتجلسي معاهم على اتساع. هنا جيت جبت الماء اللي غادي نحط فيهم الفطور. هادو البنات البلاطويات اللي كلشي عجبوه في الانستغرام، وكنت سولتوني راه كنت شريت المدورين والطوال في نفس الوقت كنت خديت هذا الشيء فيهم سانس.
هوم سنس هادشي كيجيبوه في الكريسماس وفي الثانكس جيفين، هادشي كيكون موجود. دابا في الصيف واخا كنمشي ما كاينش هادشي صراحه، السلعه ناقصه. كما شفتوا درت المشمع، كما شفتوا البنات درت المشماش حتى هو يتسلق، والبرقوق كلشي حتى هما، ونعسلهم ونخليهم. هنا جات صاحبتي وليداتها، وكما كتشوفوا جابت هي داكشي اللي وجدات، وانا حطيت القريشلات داكشي اللي وجدت انا كنحطو. وهكا حطينا الطبله ديالنا ديال الفطور اللي كانت صراحه مغربيه 100%. كما كتشوفوا بالمغرب الملاوي، القريشلات هذيك كما قلنا الشعريه ثاني المحمصه. وهنا البنات كما شفتوا المريقه ديالي ديجا كانت واجده. ومن بعد فاش فطرنا جمعنا الطبيله ديالنا وطلعنا انا وصاحبتي غسلنا الماعن وهبطنا وجدنا الحلاوي على اتساع. هكا غادي نخليوهم. كما شفتوا كنت وجدت الفقاس، هادشي كله راه كنت صوره المراحل ديالو، ولكن جاني الفيديو طويل داكشي باش ما حطيتوش. الملوزه بالكركاع درتها بالثيرموميكس جات كتحمق فريمون، كانت بقات عندي مده ديال شهر ونص في الكونجيلاتور، كنخرجها بحال يلاه طيبتها. كما كتشوفوا كنت صايبت البهله ما شاء الله، كلشي صدق على حقه وطريقه، واخا غير شويه شويه من الحاجه، ولكن راه كما كنقولوا العين هي اللي كتاكل. وهذاك الكاطو البلدي ديال الهلال، المهم حاولت ندير انا داكشي بلدي 100%، وصاحبتي دارت داكشي عصري. هنايا الدجاج اللي كان صاحبتي جابته معها مرقد، كما قلت لكم قسمنا كلشي باش حتى شي وحده ما تكرفص. صافي هنايا من بعد فاش فطرنا نصبناه وصايبنا المريقه كما كتشوفوا مع الكاجت على حقها وطريقها، وقطعنا الحامض زوقنا به، وغادي نديرو الزيتون. المهم جاو الاطباق من داكشي وجا الطياب ولا الد، صراحه عجبنا لا حنا لا وليداتنا، ودوزنا نهير يا سلام. كما كتشوفوا حطينا المرافقات ديالنا، المناضه ديالنا، المهم دوزنا نهير كما ينبغي. وهانتوما البنات جات الطبيله ما شاء الله كتحمق، ووليداتنا فرحوا. سمحوا لي على التكرار، عارفه كنعاود شحال من حاجه شحال من خطره، ولكن كنبغي نركز لكم على الحوايج اللي حنا ركزنا عليهم. ركزنا على داكشي يكون 100% بلدي، خبيز ديال الدار، كل شيء هوم ميد الحمد لله. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. والبنات اللي بغات الوصفه راه اكيد غادي نحطها لكم، والبنات غير يدخلوا لقناتي راه الوصفات كلهم تقريبا عندي محطوطين. وهنايا كما كتشوفوا هكا جا الشكل النهائي ديال الحيمه، اللي حتى هي جات معلكه وجات بنينه، جات ما شاء الله ما نعاودش لكم، جات ولا الد. هذه مروزيه ولا اللحم بالبرقوق، سميوه اللي بغيتو، هو اللحم بالبرقوق ولكن انا كنزيد عليه العطريه ديال المروزيه، كيجي خطير، ما فيهش الزبيب ولكن راه كيجي خطير خطير. كنزوقوا بالمشماش والبرقوق، تقدروا تقليوا اللوز وتزوقوا به، كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا الاناناس، تقدروا تعسلوا هذا الكرموس حتى هو وديروه. كيبقى داكشي على حسب الذوق ديالك وانت شنو كتبغي، كل واحد كيرافق الطبق ديالو بداكشي اللي كيحب خاطرو. وهانتوما كما كتشوفوا جا داكشي ديال النهار الكبير ديال الهمه والتكبيره. وحنا اختي كنقول انا البنات اللي في الجاليه المغربيه اغلبيه بزاف كيهضروا معايا في الانستغرام، حنا ما نقدروش نديروا هذا الشيء. البنات غير جاهدوا وكابروا ديروا هذا الشيء، راه والله الا وليداتكم كيفرحوا حتى نتوما كتفرحوا. هنا البنات بعد ما تغدينا وارتحينا خدينا لاسيست ديالنا، نضنا وجدنا الكويس اتي، حطينا الحلويات ديالنا كما كتشوفوا ما شاء الله كل شيء غزال. صديقتي كان جابت لي صابلي، جابت واحد معمر بالتمر، واحد كاوكاو، صراحه كل شيء ما شاء الله كان في المستوى. ودرنا بريريد هكايا اتاي بالنعناع، والحمد لله داز كل شيء على خير، والله يحيينا ويحييكم لكل عام. والبنات ما تنساونيش باللايك والكومونت وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم، محتاجه الدعم ديالكم. الله يجازيكم بخير، وان شاء الله ما غاديش نغبر عليكم، غنولي نحاول نحط ولو مره في الاسبوع ان شاء الله. الله يقدرني كما كتعرفوا مع البنيتات راه ماشي سهله، كنحاول نجي غير بين بنياتي وداري
وكنحاول او ميم طون نصور لكم ونفيدكم بشي حاجه اللي غتعجبكم وغتعجب الناس اللي كيتابعوني في كل دول العالم. وشكرا لكم.